مساء الخير، ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير، وكل اللي متابعيني واللي بيتفرجوا علينا ان شاء الله يكونوا بخير. النهارده هعمل معاكم طريقه تنظيف البوتاجاز. عايزه اقول لكم ان الطريقه دي انا شفتها على النت، اتفرجت عليها كتير وجربتها اكتر من مره، وللامانه طريقه تحفه جدا ونفعت معايا كذا مره، نجحت معايا بجد. وحبيت ان انا اصورها فيديو واعملها معاكم، لان بجد الله يبارك اللي اخترع الطريقه دي، فعلا سهل علينا طريقه تنظيف البوتاجاز، خلى الموضوع بسيط معانا ومش صعب، ويعني مش محتاج تعب ودعك. اول حاجه هعملها زي ما انتم شايفين، هشيل الحوامل بتاعه البوتاجاز، هشيلها على جنب، وهشيل كمان العيون بتاعه البوتاجاز. عايزه اقول لكم انكم لما هتستخدموا الطريقه دي مره مع مره، البوتاجاز بتاعكم هيرجع كانه جديد. هنركنها هنا على جنب. هبتدي بقى بالمكونات اللي خلطه السحريه بقى. اول حاجه هتجيبي طبق ازاز او اي بوله عندك، تمام؟ مش شرط ازاز، يعني بلاستيك، اي طبق، اي حاجه تحطي فيها الخلطه بتاعتنا. اول مكونين معايا النهارده اللي هما ملح الليمون والكربونات. هنجيب معلقه كبيره من ملح الليمون، تمام، هنحطها في الطبق، وهنحط معاه معلقتين من الكربوناتو، معلقتين كبار من الكربونات، تمام. هنجيب كمان صابون سائل، اي نوع صابون سائل عندك، مش شرط بريل ولا فيري ولا اي نوع صابون سائل، يعني هو مش بيشترط ان انت تستخدمي سائل معين. هتحطي بقى شويه عليه كده، قيمه ربع كوبايه. معانا كمان الخل، ده يعتبر مكون اللي قبل الاخير، يعني اخر حاجه الميه السخنه. الخل بقى ده يا جماعه اي نوع خل انتوا تستخدموه، مش شرط تجيبوا نوع غالي، نوع رخيص. الخل بقى ده هو اللي هيعمل فوران، تمام، على الخلطه دي. بصوا هيعمل ايه. اول ما نحط الخل هتلاقي فوران كده، الفوران ده هو اللي هينضف معاكي البوتاجاز وهيخليه تحفه. بصوا بقى الفوران عامل ازاي، بصوا ابتدى يفور معاكم، معرفش باين من كده كويس اهو. هتكوني بقى مجهزه ميه سخنه، ماشي، وتنزلي بيها على الخلطه دي، تمام. بجد الخلطه دي تحفه فعلا، يعني اللي اخترعها ربنا يبارك له بجد، لان سهل علينا طريقه تنظيف البوتاجاز. بصوا بقى، دي بقت الطريقه، كل الطريقه اللي انا عملتها. بصوا المكونات كلها مع بعض، بس نحاول نقلبهم شويه كده، ماشي، وتفضلي تنزلي بقى على البوتاجاز بتاعك اهو. بجد جميله جدا جدا. هيتفضل شويه اهو، هقوم هزود عليهم الميه مغليه سخنه اهو، هنقلبهم كويس، وهنقع فيهم بقى العيون بتاعه البوتاجاز اهو. هحط كده كل العيون فيها بقى، اتفرجوا على جمال العيون بعد ما نخلص. مش هتحتاج ان انتوا تدعكوا فيها بالسلك ولا الكلام ده خالص. بجد وصفه رهيبه حلوه جدا، اللي هيجربها هيرتاح وهيدعي اللي اخترعها بجد. نحاول نزود الخلطه شويه اهو، ملح ليمون حطه، تمام، وادي الكربوناتو، تمام، شويه البريل اهو كده، شويه البريل، والخل بقى اللي هيفور معاكي كل الدهون دي، الميه السخنه، وهسيب بقى العيون بتاعت البوتاجاز دي منقوعه في البوله كده في الخلطه دي. كانت بالظبط نص، يعني مش هتكمل نص ساعه، هي ربع ساعه، وهتبصي عليهم هتلاقيهم نطفوا. بعد ما دعكت بقى البوتاجاز كله بالرغوه زي ما انتم شايفين كده، جبت الليفه دي، انا بحبها جدا، ليفه وفي نفس الوقت فيها سلك،
انا بحبها جدا في النظافه. هتدعكي بيها البوتاجاز، مش عايزه اقول لك مش هترهقي نفسك في الدعك، بالعكس. هتدعكي كده اهو زي ما شايفه، هينضف معاكي بكل سهوله. هنيجي بقى للعيون بتاعه البوتاجاز. زي ما انتم شايفين انا سبتها منقوعه قيمه نص ساعه بالظبط في الخلطه اللي احنا عملناها دي. هندعكها بنفس الليفه وهتلاقوها بسهوله جدا بيطلع معاكم وبتنضف بسهوله جدا. انا هسرع لكم الفيديو علشان يعني اوفر عليكم الوقت. شايفين بقى يا جماعة البوتاجاز غير ان هو نضف. يعني انا مش بتكلم عن النظافة بس، على اللمعة. شايفين اللمعة اللي فيه؟ اللمعة دي اللي انا بتكلم عليها. مش هتلاقوا اللمعة دي غير بالمكونات اللي انا قلت لكم عليها، اللي هو ملح الليمون والكربونات والخل والصابون السائل، ومعاه شوية مية مغلية. لما تنقعي العيون تنقعيهم في نفس المكون ده بس بالمية المغلية. بصوا البوتاجاز بجد بيلمع بيلمع يا جماعة. جربوا الطريقة دي، هترتاحوا نفسيا لمنظر البوتاجاز خالص. نظافة ولمعان زي ما بيقولوا كده، يعني فعلا وصفة خطيرة بجد. جربوها هتعجبكم جدا. بشكركم جدا حبايبي لمتابعتكم. يا رب يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه. ويا ريت اللي عجب الفيديو ما ينساش يعمل لايك ويعمل سبسكرايب للقناة ويفعل الجرس علشان تتابعوني، واحاول ان شاء الله على قد ما اقدر انزل لكم حاجات تفيدكم. انا اسمي منى وقناتي اسمها هناكل اونلاين.